يعني انت لو قابلت الشخص اللي بجد عمرك ما هتعرف تبخره من حياتك، مش هتعرف، استحالة. يعني ده بيبقى نصيبك، بيجيبك، هو بيشدك كده من قفاك ويقول لك انا نصيبك جاي لك. الحاجات الحقيقية انتوا بس ممكن مشكلة الناس انها مش واضحة مع نفسها. انا من وانا عيل انا كنت واضح مع نفسي. انا مثلا اتعرفت على البنت، انا عارف ان انا بجرب حاجة. يا جدعان انا دايما كنت قابل حد وانا صغير اتخيل، ما بتخيلش انا حاسس ايه، بتخيل ان دي في يوم من الايام بشوفها في مشهدين. المشهدين دول لو ما عرفتش اتخيلها فيهم، العلاقة دي بالنسبة لي شبه بتبقى نوع من انواع لعب العيال. مشهدين، واتمنى ان انتوا تعملوا كده سواء راجل او ست. هتخيل مشهدين. كراجل عايزك تتخيل ان الست دي هي اللي هتربي عيالك. عايزك تتخيلها ام كده واقفة قدام العيال وبتربيهم، ولو انت مش موجود جرالك حاجة، حصل لك حاجة، الست دي تستأمنها على ولادك. المشهد التاني ان انا بتخيل ان الواحد عنده، ان كان عمر الواحد يخلص امتى، راجل عجوز عنده حاجة و70 سنة، وفي ست كده قاعدة معاك في المستشفى وانت ماشي من الدنيا. لو معرفتش تتخيل المشهد ده مع الشخص، المشهدين دول حطهم على بعض كده. لو انت ما شفتيش ان الراجل ده ينفع يبقى ابو عيالك، لو حسيت ان ده مش ده البني ادم اللي هيقعد معاكي وانت في اخر ايامك، مش ده اللي هتحسي براحه وانت ماشيه من الدنيا، ابعدوا عنه.